السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات القناة، وأنا آسف جدا إن أنا غبت عليكم الفترة الكبيرة دي وانقطعت بسبب شوية حاجات كده، لأن أنا سافرت طبعا. الحمد لله يعني رجعنا على خير. حلقة النهاردة عشان نخش في الموضوع على طول، أنبوكسنج مع بعض للسماعة الجامدة جدا دي سماعة من شركة تكنو زون. السماعة دي سماعة موديل كي 63. السماعة دي فيها عزل صوتي HD مايكروفون، والوصلة بتاعتها USB. فيها البادز بتاعتها، المحيط بتاع هو الاغلاق بتاع العزل عالي جدا. فيها 7 الوان من الRGB. طبعا تكنو شركه محترمه جدا، اتعاملت معاها. كنت جايب الكي 69، طبعا حصل فيها مشكله وديتها الصيانه. بصراحه يعني بعد ما وديتها الصيانه مرتين الناس شاكرين، قالوا لي لا لازم تغيرها. فلما جيت اجيب نفس الموديل ما لقيتش، والمره دي قلت لازم اعمل ريفيو على السماعه دي، وعشان نشوف الكفاءه بتاعه السماعه دي عامله ازاي. فاحنا مع بعضينا كده ان شاء الله نفتح الكي 63. هنفتح من هنا اهي، هي بالبرشمه اهي قطر. هنفتح السماعه كده اهو، واعذروني بقى عشان انا ايه يعني اول مره اعمل انبوكسنج. بصراحه كنت دايما الحاجه بجيبها كنت بفتحها كده على طول، فمش عارف هي ايه، محتاج ان انت تبقى قوي عليها شويه. تمام اهو، دي كده اتفتحت. نفتح اللي هو في الجنب. يا جماعه انتوا قافلينها قفله، فتحناها اهو. شد دي كده، مش عايزه تشد مش عايز اهي. تشد دي كده وبتفتح. لا ده في واحده هنا لازقه تاني. ايه بقى؟ كتير قوي بصراحه. لو بفتح طرد جاي لي من امازون مش هيبقى كده. تفتح السماعه مش هتلاقي فيه اي حاجه تاني غير الكرتونه بتاعتها، مش اي حاجه تاني. ادي السماعه يا جماعه اهي، ده السلك بتاعها. خلينا نوريكم السماعه كده ونشيلها من الايه، من الكفر بتاعها. نشيل بس السلك الاول. السماعه طبعا السماعه طول، الكابل بتاعها كويس، مخدوم كويس، USB نضيف. العزل فيه حلو، يعني هو بلاستيكي شويه، معرفش هيبان ولا لا. ايوه اهو. USB بتاعه كويس مش وحش. السماعه مكوناتها حديد. في دي تتحرك يمين وشمال، يعني على الوضع كده تتحرك يمين وشمال. الديزاين بتاعها حلو. ده لوح معدني من جوه. عندك هنا شريحه معدنيه عشان خاطر تمسك يعني السماعه كويس، يبقى داعمه. عندك هنا بتاع الراس بيطلع وبينزل كده اهو. التقفيل بتاع السماعه لحد ما كويس. نفتح السماعه اهو. ده كده المنظر بتاع السماعه. الكابل يعني نشوف الطول بتاع الكابل، مكتوب ان هو 2 متر و10. كويس مش وحش، طول كويس جدا ومناسب. السماعه تقفيلها حلو جدا. البادز السمك بتاعها عالي قوي، مفيش اي نوع تحكم في السماعه من السلك. فانت السلك دوت دايركت هيروح على الكمبيوتر او اللابتوب. انت عندك هنا اللومات بتاعت الRGB دي وحده التحكم. وحده التحكم دي تعلي وتوطي. وهنا ده الزرار بتاع المايك، اوكي، يعمل ميوت للمايك. طيب المايك دايما عشان المايك فيها ميزه حلوه قوي، ان المايك هنا بيخش لجوه مع الاستخدام. انت تخرج المايك بتاعك كده. السنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا. ده وضع السماعه على العادي. انا في العادي ما بضيقش السماعه، ما فيهاش بقى ان انت تضيق الايه، الدراع من هنا والدراع تضيق الدراع من هنا. لا، هو انت بتحطها ارتفاع راسك من هنا هو اللي بيحدد اذا كانت دي هتتشد ولا لا. فانت يا دوب بتحطها كده بس خلاص. فده كله ده كده دعامه، على اساس انك انت ممكن ايه تحط شمسيه مثلا لو الدنيا بتمطر ولا حاجه، حط شمسيه هنا كده تبقى الدنيا لذيذه جدا. ده المايك. عايزين نجرب صوت المايك كده، وخلينا نجرب صوت المايك. نوصل ونجرب صوت المايك. ده شكل السماعه من قريب بعد ما وصلناها. في ليد هنا بتاع الميكروفون، واتيفر ان انت دخلت الميكروفون كده او طلعته. طبعا انت لما تدوس على الزرار اللي هنا اللي هو بتاع الميوت اهو،
هل المايك بيقفل ولا لا. زرار الفوليوم الفلوب بتاعه كويس. الليد اللي هنا هو ليد متحرك، تمام، بيديك الالوان بتاعت الار جي بي 7 بشعار الشركه اللي هي تكنو زون. تعالوا بقى نجرب السماعه. الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت المايك بتاع الكاميرا. طب دلوقتي احنا عايزين نجرب يعني الساوند بالسوفت وير هيبقى عامل ازاي. ده السوفت وير اللي المفروض احنا بنستعمله، اللينك بتاعه هسيبه لكم في الديسكريبشن، ولينك برضو البرودكت او السماعه دي هسيبه لكم في الديسكريبشن. الصوت اللي طالع ده دلوقتي طالع من المايك اللي هو بتاع اهو اللي انا بخبط عليه دلوقتي، تمام. الصوت ده السبيكر على 47%. فخلينا نيجي نفتح كده مثلا، ده فيديو من الفيديوهات بتاعتنا، شغل بابجي، تمام. هو كده الاو بي اس طالع بصوته. الصوت بتاع المايك اللي انا حاطه هنا ده مايك تاني اصلا، مش المايك ده. فخلينا نسمع الصوت ده، خلينا نشوف الاوتبوت بس بتاعها عامل ازاي. وشغل القصه دي كلها. خلاص اللعبه كده تقريبا نزلت، حتى لو احنا جينا على المين اهو خلاص اوبن، مش ابديت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المتابعين الكرام. وفيديو النهارده طبعا هو حل لمشكله ال 16 بت ابلكيشنز، طبعا دي حلها تمام. ده بالنسبه للسبيكر 64 انت ممكن تنزلها من هنا، وده طبعا بيبقى محتاج كده. كمان الصوت عندي في المونتاج انا كنت بعليه عشان خاطر يبقى قوي، تمام. فاحنا هنيجي هنا وهنفتح بعد كده الانفايرمنت افكتس، ومن بعد الانفايرمنت افكتس هنفتح حاجه اسمها الاكزير سراوند ماكس، تمام، ونشوف الصوت عامل ازاي. اشتراك في ادوب وبتدفع عليه فلوس، وفي النسخه الستاندرد اللي هي الريدر دي مساحتها 923 ميجا. بلاش، انا شايف ان احنا بلاش اصلا يعني نعمل الافكت ده. فخلينا نفتح النيبل اهو، هو ده مفتوح، وده ده كي شيفتنج مش عايزينه، وده الفوكال برضو حاجات خاصة بان انت تعزل يعني انت بقى عايز تعمل بقى كاريوكي والكلام ده. طيب يا جماعه، ده دلوقتي مستوى الصوت بتاعه السماعه، وانا السماعه عندي مدخل المايك فيها مش مخرج المايك، تمام. ده كده بدون ما انا اخرج المايك، كده انا خرجت المايك، والمايك ده بدون اي فلاتر خالص مفعله على الاو بي اس. فهحط بس النويز، هفتح كده وهحط النويز سيربريشن. انا دلوقتي حطيت النويز سيربريشن، مش فارقه بقى مدخل المايك او مخرج المايك، بس المايك كده على الصوت اللي هو العادي. وانا مش بزعق يا جماعه يعني، بس عشان خاطر تبقوا عارفين مستوى الصوت، انا كده مش بزعق. في حاجه هنا اسمها المايك بوست، ده المفروض كمان ان انا رافع المايك بوست. انا شايف ان ده المستوى صوت بدون افكتات كويس جدا. فانا لو جيت زعقت كده وقلت يا جماعه انتوا عاملين ايه كويسين كده، مستوى الصوت في الرينج اللي هو الاورنج، وده مستوى كويس جدا. بس انا دلوقتي قاعد بزعق، يعني انا مش عارف انتوا حاسين بالنبره بتاعت الصوت ولا لا. انا قاعد بزعق، فده يتعب. ان انا ممكن في الاو بي اس هعلي شويه مستوى الصوت، وليكن مثلا اخلي الجيم بتاعه 15، تمام، زي كده. فانا كده حاسس ان الصوت عشان عالي على المستوى اللي هو الاحمر اهو، فكده الفوليوم كبير قوي. فعندي حلين، ممكن ان انا اقلل مستوى الصوت بتاعي كده اهو، يعني بتقلله تقريبا ل90، او ممكن ان انت ترفعه زي ما كان كده على الاخر، وتيجي عند الليميتر ده وتخلي الليميت 8.5، وكده انا يعني مهما زعق الصوت مش هيطلع اكتر من المستوى ده. طبعا انا لسه ما فتحتش كومبريسور ولا اكسباندر ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. هو ده المستوى بتاع الصوت اللي انا شايفه كويس. بصوا، هو في حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، وهي ان انا مثلا لما اكون باجي اسجل فيديو تعليمي او جيمنج او ايا كان، ان صوت الماوس ما يطلعش في التسجيل. فانا شايف ان صوت الماوس مش طالع، حتى لو انا مثلا دلوقتي عملت سايلنت 3 ثواني كده، تمام، ما طلعش كده. احنا جربنا مع بعض المايك وشفنا نتيجة المايك عاملة ازاي. المايك ممتاز، الضوضاء بتاعته، النويز كانسليشن بتاعته عالية جدا، السنسيتيفيتي بتاعته كويسة جدا. شركة محترمة مقدمة كواليتي كويسة جدا، بتهتم جدا بأقل التفاصيل، وخدمة ما بعد البيع عندها برضو كويسة
قوي. في حاجه في المايك عند الفتحه بتاعت المايك اهي، شايفينها؟ ده المايك اهو. فاحنا لو جينا دوسنا عليه كده واتكلمنا اهو، فاحنا يعني انت بتسد المايك. فانت لو اتكلمت كده اهو، ادي الصوت اهو بيعمل صدى. امتى بقى؟ لكم ان تقرروا بقى. السماعه دي تحفه، يعني انا رايي تحفه عن السماعه اللي انا كنت معايا قبل كده. المايك بتاعها كان بينزل وبيطلع، فدي كانت مشكله لان قابلت كذا مره ان المايك اللي بينزل وبيطلع ده مع الاستخدام كان بيكون يعني بيلين، فتلاقي المايك دايما واقع كده. دي حاجة. الحاجة التانية الجودة يا جماعة بتاعت السماعة دي غير التانية. هنا في حاجات ميتال، يعني ده ميتال، ده بلاستيك كويس، ده ميتال، التقفيل اللي فوق ده ميتال. فالحاجات دي كلها بتفرق جامد. انا من رأيي سماعة ممتازة محترمة جدا. لو هديها تقييم 9/10. انا شايف بس هي مشكلة المايك ان هو يطلع وبيخش، دي ممكن تكون عاملة قلق مع بعض الناس، ولكن شايفها بالنسبة لي مش مشكلة. طيب يا جماعة، وصلنا النهاردة لنهاية الفيديو، واتمنى يكون عجبكم، واتمنى ان الانبوكس ده يكون عجبكم. لو عجبكم السماعة دي، انتوا ممكن اسيب لكم اللينك بتاعها، وهي عليها دلوقتي خصم حوالي 200 جنيه، فهتلحقوا الخصم ده من تكنوزون، وفروع تكنوزون هتلاقوها في الموقع بتاعهم. اشوفكم على خير في انبوكسنج جديد ان شاء الله باذن الله عن قريب، تحضيرا لسيت اب 2024. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.